السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. امبارح كان في مباريات مهمة في الدوريات المختلفة. هنتكلم عن مباراة ريال مدريد ونادي لاس بالماس. دي مباراة في الدوري الأسباني في الأسبوع السابع، واللي انتهت بفوز نادي ريال مدريد بنتيجة 2 لا شيء. المباراة الأخرى اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي مباراة نيوكاسل ومباراة المان سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي انتهت بمفاجأة مدوية، وهي خروج المان سيتي حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي على يد نادي نيوكاسل الإنجليزي بنتيجة 1 لا شيء. بالنسبة لمباراة ريال مدريد ونادي لاس بالماس، المباراة أقيمت على ملعب سان دييغو برنابيو، وهو ملعب نادي ريال مدريد. المباراة في الأسبوع السابع من الدوري الأسباني، وطبعا نادي ريال مدريد كان بيطمح إنه يفوز بهذا اللقاء بعد تعثر نادي برشلونة أول أمس بنتيجة 2-2. ابتدأ نادي ريال مدريد بتشكيل مكون من كيبا في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من مندي وفاسكيز وروديجر وناتشو. لعب بثلاثة في نص الملعب، كامافينجا وتشاوميني وفالفيردي، وأمامهم ثلاثة إبراهيم دياز ورودريجو، ورأس الحربة الصريح خوسيلو ماتو. طبعا مستر انشيلوتي يمكن لعب في تشكيل ريال مدريد. عنده طبعا ألابا مصاب، فنزل مكانه فاسكيز، وما لعبش برأس الحربة الخطير بيلينجهام، وحتى ما خلوش يشارك أثناء اللقاء. ابتدت المباراة بضغط كبير جدا 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 من ريال مدريد، ويمكن أضاع أكتر من 9 أهداف بسبب تصدي ألفارو فاليس حارس مرمى لاس بالماس، اللي تصدى لأكتر من 9 كور، يمكن خلى كده صدر إحباط للعيبة ريال مدريد. ولكن جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت الضايع من الشوط الأولاني في الدقيقة 48، من كورة من ناحية اليمين اتعملت عرضية من فاسكيز، يستلمها ابراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، ويشوط قنبلة على يمين الحارس في مقص الشمال لألفارو فاليس، اللي يحرز الهدف الأول لنادي ريال مدريد، وينتهي الشوط الأول ونتيجة تقدم ريال مدريد بهدف لا شيء. ثم يأتي الشوط الثاني، ولكن الحال بيختلف بعد الضغط الكبير اللي شفناه في الشوط الأولاني لريال مدريد. لا، النادي لاس بالماس ابتدى يبادر نادي ريال مدريد الهجمات، ولكن دون جدوى، حتى جاءت الدقيقة 55 وكورة من ناحية الشمال لرودريجو على حدود منطقة جزاء نادي لاس بالماس، اللي يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، يلعبها براسه من مرة واحدة خوسيلو ماتو، ويحرز الهدف الثاني لريال مدريد على شمال حارس مرمى لاس بالماس، اللي بينتهي بعدها اللقاء بنتيجة 2 لا شيء. طبعا نادي ريال مدريد كان بيطمح في تصدر الدوري الاسباني بعد تعثر نادي برشلونة، ولكن نادي جيرينوا فاجئنا وفاز على نادي فيا ريال خارج الديار بنتيجة 2-1، ليصبح ترتيب جدول الدوري الاسباني نادي جيرينوا في المركز الاول ب 19 نقطة من 7 مباريات، يليه نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، يليه نادي برشلونة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 7 مباريات. طبعا نادي
ريال مدريد في مأزق، ونادي وكابتن انشيلوتي في مأزق كبير، وهي بسبب اصابه روديجر في المباراه. يمكن اتصاب في ساقه الايمن، ولم تحدد مده العلاج بتاعته والعوده الى الملاعب مره اخرى امتى. ولكن عنده طبعا اصابه لألابا في العضله الضامه، واحنا عارفين طبعا ان هو هيغيب عن الملاعب ما بين اسبوعين لثلاث اسابيع. كده انشيلوتي ما عندوش غير ناتشو في مركز قلب الدفاع، فالوضع صعب جدا بالنسبه لريال مدريد في المباريات القادمه. نتنقل الى المباراه الاخرى، وهي مباريات نيوكاسل ونادي المان سيتي في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية، وهو دور ال 32، واللي انتهى بفوز نادي نيوكاسل على مان سيتي في مفاجأة مدوية بنتيجة هدف للا شيء. ابتدى طبعا جارديولا بتشكيل غريب وخاطئ، يمكن هو ده اللي أدى إلى الهزيمة. ابتدى يعني ايه في 4 لاعبين ما لعبوش. ابتدى ب ستيفان اورتيجا في حراسة المرمى. خط الظهر لعب بآكي وأكانجي وريكو لويس. و عندنا أمامهم لعب ب سيرجيو جوميز وكالفان فيليبس وكوفاتش. ولعب ب 2 تحت رأس الحربة، أوسكار بوب وجاك جريليش، ورأس الحربة الوحيد جوليان ألفريز. يمكن هو أراح 4 لعيبة طبعا كتير جدا، وهم كايل ووكر وروبن دياش وفودن وهالاند، وكمان حارس المرمى إيدرسون. الهدف جه في الدقيقة 53 لنيوكاسل عن طريق إيزاك. كورة استلمها من نص الملعب كده جولي نيتون، اللي يدخل يرقص ويدخل بيها منطقة الجزاء ويرقص 1 و2 ويتطرف بالكرة كده ناحية اليمين، ويلعبها عرضية أرضية تعدي من الناس كلها وتعدي من حارس مرمى المان سيتي اورتيجا، اللي توصل ل إيزاك على الزاوية البعيدة، وهي الزاوية اليمين لحارس المرمى اورتيجا. يحطها ما يلاقيش حد في المرمى، يحطها براحته خالص في المرمى، محرزا هدف نيوكاسل الوحيد وهدف الفوز لنيوكاسل. يتأهل نيوكاسل على حساب حامل اللقب كأس الرابطة نادي مان سيتي. طبعا جارديولا دفع ثمن طبعا التغييرات الكتيره جدا واللعب في التشكيل، وده طبعا احنا قلناه، لان طبعا من حارس المرمى إيدرسون لخط الدفاع، يعني عندنا كايل ووكر ما لعبش وروبن دياش ما لعبش، دول اساسيين في الناحيه الدفاعيه. وفي نص الملعب عندنا فودن ما لعبش وهالاند ما لعبش، يمكن هو نزل فودن ونزل هالاند في نهايه اللقاء، ولكن بعد ما كان خلاص نادي نيوكاسل قفل الملعب تماما وابتدى يدافع بقوة. وللأسف دايما اللعب في التشكيل بيبقى إحدى أشكال المقامرة، يعني ممكن تصيب وممكن تخيب. يعني احنا عندنا مثلا نادي ريال مدريد انشيلوتي لعب في التشكيل بتاعه وقدر ان هو يفوز بنتيجة 2-0، ولكن اولا هو مجبر لان في اصابات عنده، ولكن على حسب برضو سير المباراة. دايما بالنسبة لكأس الرابطة الإنجليزية، دايما الفرق الإنجليزية بتريح اللعيبة الأساسية بتاعتها وبتحاول إنها ما تلعبش بيهم في هذه البطولة، وبيوفروها للدوري الإنجليزي أو بريمير ليج، وده طبعا كلام بيؤدي في النهاية إلى خسارة. في نفس البطولة ديت نادي ليفربول فاز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد ما كان متأخر بنتيجة 1-0، قدر انه يقلب اللقاء بنتيجة 3-1.
والارسنال قدر ان هو يفوز خارج الديار على بيرناندفورد بنتيجه 1-0، وليتأهلان ليفربول والارسنال بصحبه نيوكاسل الى دور ال 16 من كأس الرابطه الانجليزيه. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه قادمه من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.